تعال نشوف تقرير بين سبورتس بعد نهاية مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد. وخطى أتلتيكو مدريد خطوة كبيرة نحو بلوغ نصف نهائي البطولة بعد عودته بانتصار ثمين من أرض برشلونة بثنائية. فوز منح فرقة دييغو سيميوني قبل لقاء الإياب المرتقب تقدما قبل موقعة مدريد. باختصار، قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال ليست مجرد مواجهة بين فريقين أسبانيين، بل هي صراع تاريخي يتكرر في لحظات حاسمة ويترك أثرا كبيرا في مسيرة البطولة. كرة هجومية ممتعة يقودها برشلونة مقابل صلابة دفاعية وانضباط يتميز به أتلتيكو مدريد، ما يجعل أنصار الفريقين على موعد لمشاهدة فصل جديد من الدراما الكروية الأوروبية. بدأت الكرة في الدوران على أرضية الكامب نو، والإنجليزي ماركوس راشفورد يفتح الطريق لتسجيل أول الأهداف، لكن حارس الروخي بلانكوس كان له رأي آخر في التصدي وإبطال مفعول التسديدة. الرد كان عبر الأرجنتيني خوليان ألفاريز بعد أن تلاعب بدفاع البارسا، لكن النهاية كانت على غير عادته. الفريق الكتالوني يبحث عن الهدف بأي ثمن. تسديدة جيرارد مارتين لم تأتي كما أرادها. من جعل البارسا في وضع حرج هو اللاعب كوبارسي حين تلقى البطاقة الحمراء بعد مراجعة الفار. الذي استغل الخطأ على أكمل وجه هو خوليان ألفاريز حين أسكن الكرة في الشباك بطريقة تصعب على حراس المرمى التصدي لها، لينتهي الشوط الأول بتقدم كتيبة سيميوني بهدف. الشوط الثاني كان اختبارا صعبا على الفريق الكتالوني بعد النقص العددي، لكن دقة التمريرات الساحرة عند لامين جمال جعلت راشفورد في حالة انفراد، والأخير لم يستغل الفرصة التي أتيحت له. عاد الإنجليزي وسدد كرة ثابتة، والحارس إخوان موسو كان سدا منيعا في وجهه مرة أخرى. وعلى الرغم من ضغط برشلونة إلا أن سلاسة الروخي بلانكوس في التمريرات تصنع الخطر في أي لحظة ومن أي مكان. القناص النرويجي ألكسندر سورلوث جعل برشلونة في وضع لا يحسد عليه بعد تسجيله الهدف الثاني. جماهير أتلتيكو تحتفل بجنون، ونجوم كاتالونيا في حالة ذهول. بهذا الانتصار يكون دييغو سيميوني قد حقق الفوز الأول له على برشلونة في الكامب نو، وسطر ملحمة جديدة تضاف إلى سجل أتلتيكو في دوري الأبطال قبل معركة في النهاية ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.